السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة حصل زلزال حوالي الساعة دلوقتي. احنا الساعة كام؟ احنا الساعة 5:10. هو الزلزال حصل حوالي الساعة 3:30 4 إلا. قعد فترة طويلة جدا، وأول مرة تحصل إن يكون هزة أرضية طويلة. وبعدين سبحان الله بيجي، كان في غفلة بسيطة قوي وبيروح بسرعة. المرة دي طول، والرعب طول والخوف طول والقلق طول. كل حاجة كانت طويلة. نزلت بوست، كنت قاعدة على الموبايل أول ما الزلزال جه، وبعدين الجو سقع كده كده، والهوا قلت بس ده مش زلزال، ده البيت بيقع. وبعدين قعدت افكر ايه اللي ممكن يتعمل. نزول من على السلالم اكبر غلط. البلكونه برضو من المناطق الغلط، لا بلكونه ولا سلالم. بس كان في حاجات كده كانوا بيقولها لنا تقريبا، افتكر واحنا صغيرين يقولوا اي ترابيزه سفره استخبوا تحت منها. مش عارفه، قال يعني لما الترابيزه تقع آه، او البيت يحصل له حاجه، الترابيزه هتبقى في منجا وان هي هتحمينا. وبرضو كانوا بيقولوا تحت عواميد البيبان اللي هي زي دي، شايفينها؟ اقفوا. فبرضو مش عارفة ايه المغزى ان احنا تحت عواميد البيبان او تحت السدايب بتاعت البيبان نقف. المهم يعني اتشل تفكيري في اللحظة دي، اللي هو مش عارفة اعمل ايه. ولا بعدين الزلزال طول، وبعدين ابتديت اقول لا ده مش موضوع زلزال، البيت بيقع. اصعب حاجة ان الشيء الصعب ان تبقى مش مستعد لحاجه كده ومش عارف تعمل ايه. وبعدين انا في الدور السادس، فاوريدي اكيد طبعا جات لي ايحاءات ان ممكن يكون البيت بيجرى له حاجه. فلا، وبعدين طول، فقلت لا ده الموضوع كده في حاجه غلط. والجو ساقعه والهوا جامد، قلت بس دي خلاص. والوقت متأخر، وعبال ما انزل على السلم من فوق الدور السادس لحد تحت، آه، قلت لا خلاص، قررت ان انا استسلم واقعد في البيت وارتضى بالامر الواقع يعني، واقول الحمد لله. فتنحت كده شويه، بس انا مش عارفه انام دلوقتي. يعني المشكله ان انا بجد فعلا السقعه مع الخوف من الزلزال مع التوتر خلاني مش عارفه انام، مش قادره ادخل انام، مش عارفه ده بقى ايه يعني. مع ان المفروض ان في شغل الصبح، بس مش عارفه يعني، حاسه ان في حاجه غلط. او الاجمل والاجمل ان انت مثلا تبقى قاعد على النت وتنزل بوست بان في زلزال، يدخل حد يقولك زلزال ايه؟ ايه الشائعات دي وايه الاشاعات دي وايه الخنقه دي؟ شائعات ايه يا عم ولا يا خالتي؟ ولا إيه؟ شائعات ايه ولا اشاعات ايه؟ هو انا بقول لكم كيلو اللحمه بقى ب 30 جنيه؟ زلزال وحصل. الناس اللي موجودين في الدور الاولاني او الارضي مش هتحس بيه، مش زي الناس اللي موجوده في التاني والتالت. وفي ناس بتبقى موجوده في الاول وبتحس بيه. اصل الزلزال ده يا جماعه ما بيحسش بيه الا الناس الحسيسه، اللي هم مش اللي نومهم قليل، مش اللي معلش سوري يعني يبقى لو البيت اتهد عليه مش حاسس، ولا لو البيت اتهد عليها مش حاسه. لا، انا ببقى في عز النوم والله العظيم الكام زلزال اللي جم دول بصحى مفجوعه، لان نومي بقلق جدا. في مشكلتي ان الناس اللي نومها بيبقى خفيف، في ناس مثلا تقول ايه لا انا نومي تقيل. لا، هو انت ممكن تكون بتتعمد يبقى نومك تقيل، لكن بمجرد ما تحصل كارثة تقوم على فجأة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا من الحالات مثلا اللي ممكن ايه ابقى مطمنة جدا في بيت ماما وبابا، اعمل نفسي بستهبل وانام، او اعمل نفسي نومي تقيل، اللي هو واخدة راحتي. لكن لما بقى في بيتي لا، مش هستهبل، الاستهبال ده بيروح على طول. لو في خرفشة او في حاجة او صوت حاجة وقعت او صوت نقطة مية اتكبت، تلاقيني قمت على طول، ركزت لا في ايه. لكن سبحان الله لما بنبقى في بيت اهالينا ربنا يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا، بنتدلع على حسهم. والله العظيم الاب والام ربنا يحفظهم لكل اسرة، ويحفظ ابويا وامي ويبارك لي.
ف ببتدي اقول ايه، لا 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 لا، اعملي نفسك نايمه. يعني ماما مثلا تصحى تعمل حاجات كتير، اقول لا اصلك راحت عليا نومه، اصلك مش عارفه ايه، وانا اصلا في حقيقه الامر ببقى مش عايزه اقوم، اللي هو بستهبل عامله نفسي نايمه. ف لكن في البيت بقى سبحان الله، لما الانسان بيبقى لوحده، لما بتبقى المسؤوليه عليه، لا اقوم الاقي نفسي صحيت، اقوم الاقي نفسي حضرت الفطار، اقوم الاقي نفسي من اقل حاجه خبطه قمت ركزت. سبحان الله، لما الانسان بيبقى مسؤول وحاسس ان هو بيتحط في وضع المسؤوليه، غير لما بيبقى ساند حمله وكتفه وظهره على الاهل، الاب والام. ربنا يبارك ويعفي ويخلي أهلي وأهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا رب يا رب بحق المطر ده اللهم صيبا نافعا يا رب. شوفوا هما حاجتين، زلزال وشتا دلوقتي، فأنا بدعي من ربنا ربي اللهم دبر لنا أمورنا، فنحن لا نحسن التدبير. اللهم أنت خير معين. اللهم من أراد بنا السوء فأدر دائرة السوء عليه. اللهم أنت حسبي ووكيلي. اللهم أنت خير المنتقمين الجبارين. اللهم أنت العدل الحق القوي. اللهم انصر كل مظلوم، وانصرني على من ظلمني يا رب العزة. اللهم املأ قلبي بالفرحة والسعادة. اللهم اجعل كيد من أراد بي سوءا، اجعل كيده في نحره. اللهم أدر دائرة السوء على من أراد بنا السوء. اللهم خفف عننا الأزمة اللي بتمر بيها البلد يا رب، وهون على الشعب كله. ويا رب يا رب كده يشفي كل المرضى.